كيكة التايجر الاقتصادية بدون بيض وبدون فرن. كيكة إسفنجية بطريقة سهلة جدا. المقادير متوفرة بكل بيت. المقادير: 1 كوب سكر، ونصف كوب زيت، 1.25 كوب حليب بدرجة حرارة المطبخ. نخفق الزيت والحليب والسكر مع بعض حتى تختفي حبيبات السكر. بننخل كوبين من الطحين أو الدقيق. ملعقة كبيرة ممسوحة من الباكنج بودر، وملعقة صغيرة فانيلا. بنحرك كل المقادير مع بعضها حتى تختفي حبيبات الطحين ويصبح قوام الخليط كريمي. قوام الخليط المطلوب كريمي وناعم. نقسم خليط الكيك إلى نصفين. بنضيف 2 ملعقة كبيرة ممسوحة كاكاو. بحرك الكاكاو مع خليط الكيك حتى يختفي الكاكاو. وبنضيف نصف كاس صغيرة حليب، ما يعادل ملعقتين كبيرة من الحليب، وبنحرك حتى يصبح قوام الخليط كريمي. نحتاج صينية مقاس 18، نضع فيها ورقة زبدة وندهنها بالزيت. بنوزع خليط الكيك بالتبادل، مرة بننزل من خليط الشوكولا ومرة بننزل من خليط الفانيلا. نستمر بتبادل الخليط بهذه الطريقة حتى انتهاء الكمية. أنا استخدمت كاسة ماء لصب الخليط، بتسهل عليكم الشغل. بعد ما خلصت كل الكمية بستخدم عود خشبي وبرسم 4 خطوط لجوا و4 خطوط بالعكس لبرا. بستخدم طنجرة أكبر من مقاس الصينية وبنزل فيها كوب من الملح. بنساوي الملح بالطنجرة على نار هادية تماما. بننزل بنص الطنجرة أي طبق معدني متوفر عندكن، وبعدها بننزل عليها صينية الكيك بهدوء. بسكر الطنجرة بغطاها وبتركها مدة 30 دقيقة على نار هادية، ما بفتح الطنجرة لبعد 30 دقيقة. بعد مرور 30 دقيقة خرجت الصينية، بتركها تبرد تماما. نقوم بفتح القالب.
بقلب الكيك بطبق جانبي. النتيجة جدا رائعة، وأهم إشي بدون فرن بدون بيض، ومقادير متوفرة بكل بيت. الكيكة إسفنجية والطعم أكتر من رائع، بتمنى الكل بيجربها. اكتبولي بالتعليقات رأيكن، عن جد تستحق التجربة، ما رح تندموا أبدا. لهون بكون وصلت معكم إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكن كل شي جديد.